السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب تانية إعدادي في كل مكان. أنا عارف اللي أنت في العربي في أجزاء كتيرة واقعة منك علشان شهر رمضان دخل علينا المبارك، وكمان بعديه دخل العيد، وبعد كده الأجواء بتاع المطر. فأنا عارف اللي أنت كلها ساعات وتدخل الامتحان وفي حاجات كتير في العربي واقعة منك، فأنا بطمنك بعد لما تسمع الفيديو ده لآخره هلم لك كل المقرر بتاع الامتحان بتاعك من الإبرة للصاروخ. ومش بس كده، ده انا هقول لك على اهم الاسئله اللي هتدخل تشوفها فين في الامتحان. تعالى كده يا دكاتره نركز مع بعض ونعرف ايه المقرر اللي عندنا. اما نيجي نبدا دكاتره نبدا بفاكهه اللغه العربيه اللي هو دكاتره النحو. ايه المطلوب من حضرتك في النحو؟ عندنا دكاتره المطلوب اللي هو اول حاجه اسلوب النداء. بيجي في الامتحان يقول لك استخرج اسلوب نداء وبين نوعه، او استخرج اسلوب نداء واعربه. قال احنا لما نيجي نتكلم اسلوب النداء، انا في الامتحان يا دكاتره اعرف اسلوب النداء ازاي؟ قال بكل بساطه اسلوب النداء مما يتكون اسلوب النداء. قال لي اول حاجه يتكون من اداه النداء، واي كلمه هتيجي بعد اداه النداء بقول عليها منادى. جميل قوي. طب ايه ادوات النداء عندي؟ عندنا ادوات النداء يا دكاتره بكل بساطه، عندنا يا، وعندنا هيا، وعندنا ايا، وعندنا اي، وعندنا الهمزه. يبقى انا لو شفت اي كلمه من الكلمات دي، اي اداه من الادوات دي، قال لي الاسم اللي بعديه بقول عليه منادى. يعني مثلا لما اجي اقول مثلا يا محمد اجتهد، قال لي انا عندي فين المنادى؟ قال لي محمد. عرفت منين؟ قال لي جه بعد اداه النداء يا، يبقى يا اداه نداء، يبقى الكلمه اللي هتيجي بعدها بقول عليها منادى. نفس الكلام يا محمد، ها يا محمد، اي محمد، محمد، يبقى ده بقول عليه اداه نداء، فالكلمه اللي هتيجي بعد اداه النداء دي بقول عليها منادى. جميل قوي. قال لي النقطة التانية اللي بتجيلنا يا دكاترة بيقول لي حدد نوع المنادى. احنا عندنا دكاترة المنادى نوعين، لا اما المنادى بيكون معرب، والمعرب ده بيكون دايما منصوب، لا اما المنادى يا دكاترة بيكون مبني وهنتكلم عنه دلوقتي. قال لي المنادى المعرب ده اللي هو المنصوب دايما 3 انواع، اللي هو المنادى المضاف، المنادى شبيه بالمضاف، قال لي بعد كده عندنا المنادى نكرة، خلي بالك غير مقصودة. نكرة يا دكاترة غير مقصودة. جميل قوي. طب تعالى كده نتكلم عن المنادى المعرب اللي هو المنصوب الأول. قال احنا عندنا كم نوع من أنواع المنادى المعرب المنصوب؟ قلنا منادى مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة، غير مقصودة. طب أنا هعرف أفرق ما بينهم إزاي في الامتحان؟ قال بكل بساطة لما نيجي نتكلم عن أول نوع اللي هو المنادى المضاف. قال احنا عندنا دكاتره المنادى المضاف، اعرف ازاي اللي هو المنادى المضاف؟ قال الكلمه التي تاتي بعد المنادى، الكلمه اللي بعد المنادى اعرفها مضاف اليه. اديني مثال عشان افهم. يعني لما اجي اقول يا طالب العلم اجتهد. جميل قوي. يا طالب العلم ايه؟ اجتهد. قال هنا فين المنادى؟ قال لي اي كلمه بعد اداه النداء منادى، يبقى عندي طالب منادى. عايز اعرف نوع المنادى، قال لي اعرب الكلمه وشوف ايه اللي جه بعد المنادى. قال لي جه بعد المنادى كلمه العلم، وانا عندي الطالب كلمه نكره، والعلم معرفه، يبقى نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. قال لي لو الكلمه اللي بعد المنادى عربتها مضاف اليه قول عليه منادى مضاف. والمنادى المضاف اللي هو معرب اللي هو دايما نقول عليه منصوب، وده منصوب وعلامه نصبه الفتحه علشان مفرد. جميل قوي. طب لما اجي اقول ايا مهندسي المصنع، ايوه مالهم اجتهدوا في المنادى؟ قال لي مهندسي. عرفت منين؟ قال اي كلمه هتيجي بعد اداه النداء منادى، يبقى اي اداه نداء مهندسي منادى. اعرب الكلمه اللي بعد المنادى، شوف ايه اللي جه بعد المنادى عشان تعرف تحدد نوع المنادى. قال لما جيت اشوف على الكلمه اللي بعد المنادى، قال لي مهندسي نكره، المصنع معرفه، يبقى نكره زائد معرفه مضاف اليه. قال لو اعربت الكلمه اللي بعد المنادى مضاف اليه يبقى ده منادى مضاف. والمنادى المضاف دايما منصوب اللي هو معرب، ده منصوب وعلامه نصبه الياء لانها جمع مذكر سالم اجتهدوا. امال فين النون؟ قال حذفت النون للاضافه، ما ينفعش اجتمع النون مع المضاف اليه. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. قال لما اجي اقول مثلا هيا ذا العلم، يعني يا ذا العلم ابشر. قال لي فين المنادى؟ قال لي ذا، اي كلمه تيجي بعد اداه النداء منادى. وزينب بمعنى صاحب يبقى ده منادى. نوعه؟ قال لي اعرب الكلمه اللي بعد المنادى. قال هنا لما اجي اشوف الكلمه اللي بعد المنادى نكره زائد معرفه مضاف اليه،
يبقى الكلمه اللي بعد المنادى لو عرفتها مضاف اليه يبقى ده منادى مضاف، والمنادى المضاف دايما منصوب، وده منصوب بالالف لانه منين؟ لانه من الاسماء الخمسه. جميل قوي. طب لما اجي اقول يا صديقي افعل الخير، انا عندي فين المنادى؟ قال لي هنا خلي بالك صديق هنا كلمتين، صديق والياء المتكلم، يبقى ياء ده نداء، صديق منادى. نوعه قال لي شوف الكلمه اللي بعد المنادى، قال لي ياء المتكلم، واي ضمير، اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى ده منادى ايه؟ مضاف. ليه؟ قال لي الكلمه اللي بعد المنادى عرفتها مضاف اليه يبقى هو منادى مضاف، والمنادى المضاف دايما منصوب، وده منصوب وعلامه نصبه الفتحه، خلي بالك دي الفتحه المقدره علشان المنادى اتصل بياء المتكلم. اذا اتصل المنادى بياء المتكلم يبقى بقول عليه منصوب بالفتحه يا دكاتره، منصوب بالفتحه المقدره. جميل قوي. قال لي طب النوع الثاني من انواع المنادى الشبيه بالمضاف، بص كده اهو اتنين، عندي المنادى الشبيه بالايه؟ بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف اللي هو معرب منصوب. قال لي بكل بساطه المنادى الشبيه بالمضاف في الاغلب بيجي بعديه جار ومجرور، يعني بيجي بعديه حرف جر. اديني مثال. يعني لما اقول يا طالبا للعلم اجتهد، يا طالبا للعلم اجتهد، قال لي في المنادى قال لي طالب. نوعه قال لي شوف ايه اللي جه بعديه، كان اللي جه بعديه لام، ولام حرف جر. قال لو جه بعد المنادى حرف جر وانت مغمض قول عليه منادى شبيه بالمضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف دايما منصوب، ده مفرد منصوب وعلامه نصبه ايوه سامعك الفتح. جميل قوي. قال زي نفس الكلام لما اجي اقول اهو هيا مهندسين، خلي بالك المصنع، او هيا مهندسين للمصنع اجتهدوا. حلو قوي قوي، ركز معايا. في المنادى قال لي مهندسين. ليه؟ قال لي اي كلمه بعد اداه النداء منادى. قال لي نوعه، قال لي اللي بعديه اللام واللام حرف جر، قال لو جه بعد المنادى حرف جر يبقى ده منادى شبيه بالمضاف، منادى شبيه بالمضاف، وده منصوب، وده منصوب علامه نصبه الياء لانها جمع مذكر سالم اجتهدوا. جميل قوي. طب خلي بالك من حاجه، يبقى هنا لو جه بعد المنادى حرف جر يبقى منادى شبيه بالمضاف. طب بص كده لما اجي اقول ايا مهندسي المصنع اجتهدوا، ركز معايا، واقول ايا مهندسين المصنع اجتهدوا. حلو قوي، ركز معايا بقى كده، ركز معايا يا دكاتره. في المنادى قال لي في المثالين المنادى مهندسي ومهندسين. حلو. قال لي ده منادى. حلو. نوعه قال لي ده منادى مضاف. عرفت منين؟ قال لي الكلمه اللي بعديها عاربها مضاف اليه مجرور. طب انا عرفت منين ان الكلمه دي مضاف اليه؟ قال لي انها كذا معرفه مضاف اليه. وكمان خلي بالك من النقطه الثانيه مهمه قوي قوي قوي، قال لي هنا اصل الكلام مهندسين كان في نون وحذفت النون للاضافه، يبقى انا لو عندي النون اتحذفت او التنوين اتحذف، ما عنديش تنوين وبعد المنادى في كلمه متعلقه بالمنادى، قال لي في الحاله دي بقول عليه، ركز معايا، هنا مفيش نون مفيش تنوين والكلمه اللي بعد المنادى عرفتها مضاف اليه، يبقى ده منادى مضاف، وده منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الياء. حلو. طب تعال في المثال اللي بعديه. ايا مهندسين المصنع اجتهدوا. حلو قوي. قال لي في المنادى مهندسين يبقى ده منادى. نوعه اقف. قال لي ينفع اقول على ده منادى مضاف؟ قال لي لا. ليه يا مستر؟ قال عشان ما ينفعش يجتمع، بقول انا حذفت النون الاضافه، ما ينفعش يجتمع النون مع المضاف اليه. طب مستر طب ما جه بعديها كلمه متعلقه بالمنادى، يعني لو جه بعد المنادى كلمه متعلقه بيها وفي نون او تنوين وانت مغمض قول عليه منادى شبيه بالمضاف، منادى شبيه بالمضاف. يبقى تاني لو جه بعد المنادى، لو جه ركز، لو جه في المنادى ياء ونون او تنوين وبعديه كلمه متعلقه بيه قول عليه منادى شبيه بالمضاف كأن بعديه حرف جر. اللي اصل الكلام ايا مهندسين للمصنع. طب لو حذفنا النون، مفيش نون، قال حذفت النون الاضافه ده فده منادى مضاف. طب لو مفيش تنوين برضه بحذف التنوين الاضافه يبقى ده برضه منادى مضاف. تمام كده؟ تمام. قال لي عند النوع الثالث من انواع المنادى، ركز كده اهو 3. عندي المنادى النكره، بس النكره دكاتره غير مقصوده. نكره غير ايه؟ قال لي نكره غير مقصوده. جميل.
قال لي هنا النكره غير مقصوده بعرفها ازاي؟ قال لي تعالى ندي مثال. لما اجي اقول يا طالبا، ايوه اجتت، خلي بالك النكره غير مقصوده منصوبه، يبقى هنا لازم يكون منصوب. قال لي في المنادى، قال لي طالبا ده منادى. قال انا عشان اعرف نوع المنادى اشوف اللي بعديه، لو اللي بعديه مضاف اليه يبقى منادى مضاف، اللي بعديه حرف جر يبقى منادى شبيه بالمضاف، او بعديه كلمه متعلقه بيه وفي ياء ونون او تنوين برضه شبيه بالمضاف. طب هنا لما اجي اشوف بعد المنادى ما تلاقيش حاجه وتلاقيت جمله جديده، يبقى ده منادى نكره غير مقصوده. ليه نكره غير مقصوده؟ قال علشان ده منادى منصوب اهو ومفيش بعديه حاجه، بعد جمله جديده، يبقى ده منادى نكره غير مقصوده منصوب، وده منصوب وعلامه نصبيه دكاتره سامعك اهو الفتح. جميل قوي. طب لما اجي اقول يا معلمين اعملوا بجد، في المنادى قال انا عندي المنادى كلمه معلمين، كلمه بعد اداه النداء. حلو. عشان اعرف نوع المنادى شوف الكلمه اللي جت بعد المنادى. في حاجات بعد المنادى؟ قال لي لا، ده بعد المنادى مفيش حاجه ولكن في جمله جديده وده منصوب، يبقى ده منادى نكره، ايوه سامعك اهو، غير مقصوده. والنكره غير مقصوده بتكون منصوب وده منصوب بالياء لانها جمع مذكر سالم. مثال تاني لما اقول مثلا ايا مهندسين اتقنوا عملكم، فين المنادى؟ قال لي هنا المنادى دكاتره كلمه مهندسين، ده منادى. عايز اعرف نوع المنادى شوف ايه اللي جه بعد المنادى، قال لي مفيش حاجه جت بعد المنادى ولكن جمله جديده وده منصوب، منادى منصوب، يبقى ده نكره غير مقصوده. نكره غير ايه يا دكاتره؟ منصوب مقصوده، والنكره غير مقصوده بتكون منصوب وده منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. صعب يا دكاتره؟ جميل قوي. قال لي بعد كده عندي النوع الثاني من انواع المنادى اللي هو المنادى المبني. قال لي المنادى المبني نوعين مفيش تالت. قال لي المنادى المبني لا اما منادى علم اسم انسان او بلد، لا اما منادى نكره، خلي بالك بس هنا نكره مقصوده، نكره دكاتره مقصوده. طب تعالى نمسك واحده واحده. المنادى العالم زي ما اقول مثلا يا مصر لك السلام، في المنادى مصر يبقى ده منادى. نوعه؟ قال لي نوع علم، باسم انسان او بلد يبقى علم، والعلم هقول عليه مبني. وخلي بالك ده هنا بص كده يبنى على ما يرفع به في محل نصب. تاني يبقى هنا يبنى على ما يرفع به في محل ايه؟ نصب. يعني يبنى على ما يرفع به، يعني انا بقول عليه مبني وكانه مرفوع. يعني هنا لو مفرد هقول عليه مرفوع بالضمه، يبقى ده لما اقول عليه مرفوع بقول عليه منادى مبني على الضم في محل نصب. طب تعالى مثال تاني. لما اقول مثلا يا محمدان اعملا، فين المنادى؟ قال لي انا عندي المنادى هنا دكاتره كلمه محمدان. عرفت منين؟ قال لي عشان ده علم وجي بعد اداه نداء علم. حلو. وانا بقول المنادى العلم اسم انسان او بلد يبقى ده مبني. طب ده مبني على ايه؟ قال بتعامل معاه كانه مرفوع، وقال لي الكلمه المرفوعه لو مفرد مرفوع بالضمه، مثنى مرفوع بالالف، جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، بدل ما اقول مرفوع هقول مبني، يبقى هنا مبني على الالف عشان مثنى في محل نصب. جميل قوي. اما اقول مثلا اهو يا محمودون، واحد اسمه محمود، اعملوا، في المنادى قال لي المنادى عندي هنا كلمه محمودون. ليه منادى؟ قال لي جه بعد اداه نداء. جميل. قال لي خلي بالك ممكن اداه النداء تحذف من الجمله تفهم السياق. يعني نقول يوسف اعرض عن هذا، في المنادى يوسف، فين اداه النداء؟ حذفت، اصل الكلام يا يوسف. تمام. وبتيجي كتير مع ايها الشباب اتقنوا عملكم، اصل الكلام يا ايها الشباب. جميل قوي. يبقى انا عندي هنا يا اداه نداء، محمودون منادى نوعه علم، والعلم دايما قال لي مبني على، قال لي مش اخر واو ونون، مبني على الواو في محل نصب. بس كده. يبقى اخره الف ونون مبني على الف، اخره واو ونون مبني على الواو، مش اخره حاجه يبقى مبني على الضم. الكلام ده لو هو علم اسم انسان او بلد. جميل. طب النكره المقصود خلي بالك من حاجه. هناك في المنادى المعرب المنصوب قلنا منادى نكره غير مقصوده،
والنكره غير مقصوده منصوبه. طب افرق ما بينهم ازاي؟ قال لي النكره غير مقصوده منصوبه، ولكن النكره المقصوده قال لي مبنيه، وقلنا يبنى على ما يرفع به، يعني كانها مرفوعه. تعال اديني مساحه عشان افهم. يعني بص كده، لما اقول يا طالب اجتهد، واجي اقول يا طالبا اجتهد، ايه الفرق؟ قال لي الفرق دي طالب ودي طالب، دي نكره ودي نكره. ايوه، بس دي نكره منصوبه، مفرد اخره تنوين يبقى نكره غير مقصوده عشان منصوبه، يبقى دي منادى طالما منصوب نكره غير مقصوده، يبقى ده منصوب وعلامه نصبه الفتح. حلو. هنا يا طالب، هل منصوب في تنوين بفتحه؟ اعرف منين؟ قال لي في تنوين بفتحه الف، دي دليل على النصب. قال لي لا، يبقى دي نكره بس مش منصوبه، يبقى بقول عليها منادى نكره، سامعك اهو، مقصوده، يبقى ده مبني عشان نكره مقصوده مبنيه، مبني على، قال لي مبني على الضم في محل نصب. تعالى ندي مثال تاني. لما اجي اقول يا مهندسين اعملوا، يا مهندسون اعملوا، أيا معلمين اعملوا، أيا معلمان اعمل، وهنا أيا معلمين اعمل، مش اعملوا، ده مثنى. حلو قوي. تعال فين المنادى؟ قال لي مهندسين ده منادى. حلو. طب المنادى هنا دي كلمه واحده نكره ومفيش حاجه بعدها، يبقى دي نكره، ودي برضو منادى نكره. ليه نكره؟ انا ما فيهاش الف ولام ولا ضمير ولا في حاجه بعدها متعلقه بيها. حلو. طب عندي نوعين للنكره، غير مقصوده ومقصوده. قال المنصوبه قول عليه نكره غير مقصوده. طب اعرف النصب ازاي؟ قال النصب لو مفرد بيكون اخره الف، طالبا في الف تنوين. طب لو كان مثنى او جمع؟ لو كان مثنى اخره ياء ونون، لو كان جمع مذكر اخره برضه ياء ونون. تعالى كده اهو، يا مهندسين اخره ياء ونون، يبقى دي نكره غير مقصوده، وده منصوب بالياء. جميل. تعالى هنا، يا مهندسون اعملوا، مهندسون، ايه ده؟ ايه ده اخر ياء ونون؟ قال لي لا، كان عندها جمع مذكر بيرفع بالواو. طالما مرفوع يبقى ده نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. والنكره المقصوده بقول عليه مبني، وده مبني على الواو في محل نصب. مثال تاني، تعال. أيا معلمين اعملا، أيا معلمان اعملا. أنا عندي هنا في المنادى قال لي معلمين منادى، نوعه قال لي مفيش حاجة بعديه جملة جديدة ودي نكرة، يبقى دي نكرة. نفس الكلام، مفيش حاجة بعديه جملة جديدة، يبقى ده منادى نكرة. عندي كم نوع للنكرة؟ قال لي عندي نوعين، عندي غير مقصودة ومقصودة. أفرق ما بينهم إزاي؟ قال لي حسب الإعراب. قال لي المنصوب قول عليه غير مقصود، نكره غير مقصوده. يبقى هنا معلمين، انا عندي المثنى بيرفع بالالف، ينصب ويجر، ينصب بالياء، يبقى هنا منصوب بالياء، يبقى ده منادى نكره غير مقصوده، وده دكاتره منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. ولكن اي معلمان مثنى في حاله الرفع، قال لي مثنى في حاله الرفع، جمع مذكر في حاله الرفع، بقول عليه نكره مقصوده. نكره دكاتره مقصوده، والمقصود مبني، وده مبني على الالف في محل ايه؟ سامعك اهو، في محل نصب. جميل قوي. قال لي بعد كده دكاتره عندنا نداء لفظ الجلاله الله. اما اجي اناديه اقول ايه؟ هقول حاجتين، لا اما اقول يا الله تنزل زي ما هي بس تخلي الهمزه همزه قطع، لا اما هقول يا دكاتره احذف اداه النداء وقول اللهم. اعرب. قال لي تعالى، الله قال لي منادى بتعامل معاه اللي هو علم، يبقى مبني اعراب ثابت على الضم في محل نصب. الله ينور عليك. طب هنا قال لي اللهم، الله منادى مبني على الضم في محل نصب. امال الميم؟ قال لي الميم عوض عن اداه، سمعك اهو، النداء المحذوفه. عوض عن اداه النداء يا دكاتره
عوض عن اداه النداء المحذوفه. جميل قوي. طب انا دلوقتي عايز انادي نداء، بص كده، في نوع اسمه نداء ما فيه اللي فيه الف ولام. يعني قال الكلمه اللي فيها الف ولام، يعني مثلا عندي كلمه زي الطالب، وعندي كلمه دكاتره زي الطالب. انا عندي الطالب فيه الف ولام والطالبه فيها ايه؟ اللي فيها الف ولام. جميل. انا اللي عندي هنا الطالب فيه الف ولام، ما ينفعش اقول يا الطالب ولا يا الطالبه، امال اقول ايه؟ انا عندي لو الكلمه فيها الف ولام وقال لي ناديها، قال هنا بستخدم ايها للمذكر وايتها للمؤنث. يعني هقول هنا يا ايها الطالب، واقول يا ايتها، ايوه سامعك اهو، الطالبه. جميل قوي. قال لي يا اداه نداء، فين المنادى؟ اوعى تقول لي الطالب. الكلمه اللي بتيجي بعد اداه النداء مباشره هي المنادى. يبقى هنا عندي المنادى اي. لما اجي اعربه قال لي ليه اعراب ثابت؟ منادى، بص كده، مبني على الضم في محل نصب. جميل. طب الهاء، قال لي الهاء للتنبيه. الهاء يا دكاتره للتنبيه، حرف لا محل له من الاعراب. خد القاعده الثابته دي، اي كلمه بعد ايها وايتها نعت مرفوع، اي كلمه بعد ايها وايتها نعت مرفوع، يبقى الطالب هنا نعت مرفوع مفرد مرفوع علامه رفعه الضم. تعال، يا ايتها الطالب، نفس الاعراب، يا اداه نداء. في المنادى اوعى تقول للطالب ايت عشان ده مؤنث. يبقى هنا لما اجي اعرب اهو اعراب ثابت، منادى مبني على الضم، ايوه، في محل ايه؟ قال لي في محل نصب. طب الهاء، الهاء للتنبيه، حرف لا محل من الاعراب. اي كلمه بعد ايها وايتها بقول عليها نعت مرفوع مفرد مرفوع علامه رفعه الايه؟ الضم. ولكن لو الطالبتان، يا ايتها الطالبتان، مرفوع بالالف لانه مثنى. تمام؟ يا ايها المعلمون مرفوع بالواو، والمعلمون نعت مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. صعب يا دكاتره؟ يبقى لو جالي كلمه فيها الف ولام، قال لازم اقول يا ايها للمذكر ويا ايتها الايه؟ للمؤنث. في حاجه ثانيه، اقول يا هذا اسم الاشاره الطالب، والاعراب هو يا هذه الطالب. هنا بقول عليه اسم اشاره عادي، هعربه مبني على الضم، هو مبني في اسم اشاره مبني في محل نصب منادى. وهي نفس الكلام، هذه مبني على الضم، ده المنادى في محل نصب، اعراب ثابت 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 منادى. اي كلمه بعد يا هذا او يا هذه بعدها نعت، يبقى الطالب هنا نعت مرفوع، وعندي هنا برضو الطالبه نعت مرفوع، وعلامه رفعه دكاتره، وعلامه رفعه الضم. ده بالنسبه يا دكاتره لاسلوب النداء وكل ما يتعلق باسلوب الايه؟ اسلوب النداء. عندنا الجزئيه الثانيه اللي هو التمييز. تعال كده يا دكاتره نركز على بعض الاجزاء المهمه في التمييز، وهحل معاكم دلوقتي هقول لك ازاي تتعامل مع كل الاسئله. بس تعالى بس ايه؟ نفهم جزئيه معينه. انا عندي تمييز، يعني ايه يا دكاتره بكل بساطه تمييز؟ قال التمييز يعني تفسير توضيح، يعني بميز حاجه مش واضحه، حاجه غامضه، حاجه مبهمه. اديني مثال. يعني لما اقول مثلا اشتريت 5 واسكت، هل انت فهمت حاجه؟ قال لي لا. اشتريت 5 ايه؟ كتب، اقلام، تمام كده، تليفون، ايا كان. فانا بقول اشتريت 5، ما فهمتش حاجه. ميز لي انت مش اشتريت ايه، وضح لي، وضح، فسر انت اشتريت 5 ايه. قول اشتريت 5 كتب. يبقى هنا وضحت لي، ميزت لي، يبقى الكتب دي بقول عليها تمييز. يبقى تاني، يعني ايه تمييز؟ قال التمييز انا بوضح حاجه مش واضحه، بفسر حاجه غامضه، حاجه مبهمه. طب مستر بعد اذنك فسر لي اكتر عشان افهم، اعرف التمييز ازاي. قال لك تعال تعال ولا يهمك. قال لي التمييز يا دكاتره الكلمه اللي بتيجي قبليه اسمها المميز. اسمها ايه؟ المميز. قال لي المميز ده نوعين، لا اما مميز ملفوظ، لا اما مميز ملحوظ. حلو قوي. يعني مميز ملفوظ، يعني بكل بساطه مميز ملفوظ يعني عدد او وزن او كيل او مساحه. يبقى القاعده بتقول اي كلمه هتيجي بعد عدد، اي كلمه هتجيلي بعد وزن، اي كلمه تجيلي بعد مساحه، اي كلمه تجيلي بعد كيل،
هقول عليه تمييز والمميز بتاعه ملفوظ. اديني مثال. لما اجي اقول قرأت 20 كتابا، اي كلمه هتيجي بعد العدد تمييز يبقى كتاب. مش 20 ده عدد، يبقى العدد بقول عليه مميز ملفوظ. حلو. يبقى الكلمه اللي هتيجي بعد العدد بقول عليها تمييز، يبقى كتابا هنا تمييز، وده في الف اهو، يبقى ده تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتح. حلو قوي. طب لما اجي اقول بص كده، اشتريت فدانا أرزا، وعايز اعرف رز أرز. قال لي فدان ده مساحة والإيراد مساحة، يبقى أي كلمة هتجيلي بعد المساحة بقول عليها تمييز، والمميز اللي هو العدد أو المساحة بقول عليه ملفوظ. يبقى أنا عندي أرز هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لما أقول مثلا بعت قنطارا قمحا، قال لك قنطار ضمن الكيلو المساحة، ضمن الكيلو الوزن ولا ايه؟ والإرداب. يبقى أي كلمة هتجيلي بعد عدد أو وزن أو كيلو أو مساحة يبقى قمح هنا هعربها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. هنا طالما في ألف تمييز منصوب. مفيش ألف يجي كتب مثلا، هل في ألف عندي؟ لا. يبقى طالما ما عنديش ألف يبقى تمييز مجرور، في ألف يبقى تمييز منصوب. جميل. صعب. يبقى هنا أي كلمة هتجيلي بعد العدد، أي كلمة هتجيلي بعد وزن، أي كلمة تجيلي بعد كيل أو مساحة أقول عليها تمييز والمميز بتاعها ملفوظ. طب منصوب ولا مجرور؟ قال لي لو في ألف كده يبقى منصوب، مفيش ألف يبقى مجرور. في أسهل من كده يا دكاترة؟ كده تمام؟ تمام. طب تعالى كده نشوف التمييز الملحوظ. الملحوظ بقى، احنا اتكلمنا عن الملفوظ الكلمة اللي هتيجي بعد العدد أو الوزن أو الكيلو والمساحة، الكلمة اللي هتيجي بعد العدد وزن كلمة مساحة هو التمييز الملفوظ. طب التمييز الملحوظ، الملحوظ يلحظ من الكلام. بيلحظ من الدكاتره من الكلام، وبيكون اصله لا اما مبتدا لا اما فاعل لا اما مفعول به لا اما نائب فاعل. هنتكلم دلوقتي. طب انا اعرفه ازاي في الامتحان يا مستر بعد اذنك؟ قال لي بص كده، قال لي الاسم النكره، عشان تمييز اسم نكره، الاسم النكره بعد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، نردد الاذان. يبقى هنا تاني يا دكاتره قلنا التمييز الملحوظ الاسم نكره. قال لي هنا لازم التمييز يكون اسم النكره. قال لي هنا ركز معايا، الاسم النكره بعد عد معايا بقى. قال لي الاسم النكره، الاسم النكره المنصوب بعد ازداد قر كبر، معايا يا دكاتره، امتلأ. يبقى لو جالي اسم نكره بعد الافعال دي ازداد وقر كبر وامتلأ، وعندي جالي بعد افعل التفضيل، يعني اي كلمه على وزن افعل، قال ده بقول عليه تمييز ملحوظ. اديني مثال. لما اقول مثلا كبرت اللي هي كبرت كلمة تخرج من افواههم، قال لي انا عندي الكلمه النكره اللي بعد كبر قال بعربها تمييز، ايوه سامعك اهو، تمييز ملحوظ. والتمييز الملحوظ خلي بالك دايما منصوب، وده منصوب على نصب الفتح. وخلي بالك برضو وبعد كفى، يعني بص كده لما اجي اقول ايه، وكفى بالله حسيبه، يبقى اسم نكره بعد كفى. ايه ده يا مستر بالله؟ مالكش دعوه، بقول اسم نكره، الله معرفه سبحانه وتعالى. يبقى هنا اسم نكره، اسم نكره منصوب بعد كفى وازداد وقر وامتلأ، قال بعربه تمييز والمميز بتاعه ملحوظ، وده بيكون دايما منصوب وعلامه نصب الفتح. تمام. لما اقول مثلا محمد اكثر علما من محمود، محمد اكثر علما منين؟ من محمود. جميل قوي. قال لي انا عندي هنا اكثر على وزن افعل، يبقى لو جالي كلمه نكره
منصوبه بعد اي كلمه على وزن افعل، يبقى هنا محمد اكثر ايه؟ قال لي ميز لي، وضح لي اكثر ايه؟ علما، خلقا، ادبا. علما يبقى علما، قال لي بقول عليه اهو تمييز، وده دكاتره تمييز ملحوظ، وده منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يبقى تاني، التمييز الملحوظ هيجي لي بعد كفى، ازداد، امتلأ، قرر. اي كلمه على وزن افعل جه بعدها اسم نكره منصوب حتى لو بعدها بشويه. يعني لو قال لي مثلا محمد اكثر من محمود واسلام علما، برضه علما اللي هي الاسم النكره المنصوب اللي بعد افعل، مش لازم تكون لازقه فيها، ممكن تكون بعدها بشويه اهو، بعد كفى بشويه مفيش مشكله. يبقى شفت كفى، ازداد، امتلأ، قر، كبر، اي كلمه على وزن افعل وبعدها لازق فيها بقى او بعدها بشويه اسم نكره منصوب، اسم نكره منصوب، قول عليه حضرتك تمييز ملحوظ منصوب. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. طب تعالى كده، تعالى نشوف القطعه دي ونقول بعض التريكات اللي هو بتجيلي في الامتحان. تعالى كده ركز معايا. اي بني، كم مره سالت نفسك عن علو المنزل؟ اقف، انا عايز اعرف ايه؟ قال لي عايز اعرف كلمه المنزل. قال عندي قاعده بتقول علو كلمه نكره ولا معرفه؟ قال لي اسم نكره، حلو. والمنزله معرفه، قاعده ثابته نكره زائد معرفه مضاف اليه، يبقى المنزله مضاف اليه مجرور وعلامه جرير كسر. شكرا. وسمو المكان، ان من اسبابها التواضع. اقف، ان حرف ناسخ، يبقى لو جالي ان واخواتها طلع اسم ان خبر ان. قال لي ان حرف ناسخ، جميل. من حرف جر، اسبابها اسم مجرور. قال لي لو جه بعد ان واخواتها جر ومجرور بقول عليه خبر ان مقدم. امال التواضع؟ قال لي اس ان مؤخر منصوب وعلامه نصب الفتح. اصل الكلام ان التواضع من اسبابها. يبقى تاني يا دكاتره، لو جالي حروف ناسخه ان واخواتها، جالي افعال ناسخه كان واخواتها، وجي بعدهم جر ومجرور او ظرف، قول عليه خبر مقدم. يبقى اسم ان بيكون مؤخر او اسم كان. يبقى ان من اسبابها التواضع، اصل الكلام ان التواضع من اسبابها، يبقى التواضع اسم ان مؤخر منصوب بالفتح. فبه يزداد المرء رفعه. بص كده ركز معايا، يزداد اللي هو ازداد، جه كلمه نكره مش المرء، رفعه، يبقى ده تمييز. ويعلو شأنا، حلو. فيا ايها المتغطرس، قاعده ثابته، اي كلمه بعد ايها وايتها نعت مرفوع، يبقى المتغطرس المتكبر نعت مرفوع وعلامه رفعه الضم. جميل. افق قبل فوات الاوان، فكم مغرور سقط في اعين الناس بتكبره وتعاليه. اول حاجه بقول لي انا عايز ايه؟ منادى وبين نوعه واعربه. حلو. قال لي انا عايز منادى، قال لي في الاداه اي كلمه بعد اداه ده منادى، يبقى انا عندي بني ده منادى، اللي هو يا ابني بني، اتصل بيا المتكلم. قال لي هنا نوعه، قال لي ده منادى مضاف عشان اتصل بيا المتكلم وده ضمير. اعربه، قال لي منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره عشان اتصل به يا المتكلم، لسه قايلينها ورا. في منادى تاني قال لي فيا ايها المتغطرس. قال لي يا اداه نداء، يبقى فين المنادى؟ قال لي المنادى برضو كلمه اي هنا. اما اجي اعربه قال لي منادى مبني على الضم في محل نصب، بتعامل معاه اللي هو نكره غير، لا هنا نكره مقصوده. نكره يا دكاتره، نكره مقصوده. صعب. جميل. قال لي تعالى السؤال الثاني الجميل بقى، تمييزا لمميز ملحوظ. ملحوظ اهو، يبقى بدور على كلمه على وزن افعل، بدور على ازداد، ركز معايا، بدور على امتلأ، كبر، كر. طب تعال كفى، فبه يزداد. قال لي يزداد الماضي منها ازداد. يزداد المرء ايه؟ قال لي ميز بقى، وضح بقى. قال لي رفعة، يبقى انا عندي هنا التمييز كلمه رفعة، كلمه نكره منصوبه، نكره بعد ازداد، مش لازم يكون لازق، قلت لك بعد افعل التفضيل. وكمان بص كده، يعلو، ايه اللي بيعلو؟ يعلو شأنا. يبقى انا عايز التمييز الملحوظ، اسمه ملحوظ يفهم من الكلام، بلاحظه. يعلو ايه؟ مكانته ولا شأنه ولا علما ولا خلقا؟ يبقى شأنا. يبقى عندي رفعة وعندي هنا شأنا، الاثنين تمييز ملحوظ. اذكر المحول عنه وقدره. اصل الكلام يزداد او تزداد رفعة المرء، ده اصل الجملة. بص كده، تزداد، يبقى تزداد رفعة المرء. جميل قوي.
يبقى هنا اذكر المحول عنه. قال لي محول اهو، محول عن فاعل. تزداد، إيه اللي بتزداد؟ رفعته. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. قال لي بعد كده عندنا لما يقول لي محول اعمل مقص. فعلا معربا واخر مبني. فعل معرب هات فعل مضارع. هات فعل ايه؟ فعل مضارع. يزداد. قال لي فعل مضارع معرب، يبقى يزداد فعل معرب. لما يجي يقول لي انا عايز فعل معرب هات له فعل مضارع. يزداد، وعندي ايه تاني؟ عندي يعلو. تمام كده؟ تمام. يبقى دول كده بقول عليهم فعل ايه؟ فعل معرب. طب عايز فعل مبني هات فعل ماضي. قال لي فكم مره سالت. سال، يبقى سالت. في تاني افق، فعل امر، والامر دايما مبني. تمام كده. سقط، فعل ماضي. يبقى لما يجي يقول انا عايز فعل معرب هات له فعل مضارع. عايز فعل مبني هات له فعل امر او ماضي. شكرا. اسما معربا. قال لي اي اسم. قال لي كلمه مره، كلمه نفس، علو، منزله، سمو، مكانه، اسباب، تواضع، دي كلها اسم معرب. طبعا عايز اسم مبني. قال لي دور على ضمير، اسم اشاره، اسم موصول معايا كده. انا عايز اسم مبني. قال لي الكاف او الكاف في نفسك، اسم مبني. الهاء في اسباب. تمام كده. او الهاء والهاء في تكبره وتعاليه. تمام تمام. بين فيما يلي الجمله التي اشتملت على منادى شبيه بالمضاف. اقف. ينفع اي عاملين؟ قال لي لا، ده دي كلمه مفيش حاجه بعدها جمله جديده، يبقى ده نكره غير مقصود عشان منصوب. جميل. هيا سائرا، نفس الكلام، كلمه نكره بعدها مفيش حاجه، بعدها جمله جديده، ما تنفعنيش. ايات الامهات، نداء ما فيه ال وبتعامل معاه نكره مقصود. انا عايز شبيه بالمضاف، حتى بالاستبعاد هوصل لايه؟ يا عائبا غيره التفت الى عيوبك. حلو. انا عندي عائب منادى. قال لي جه بعديه، خلي بالك في تنوين اهو، انا قلت لك طالما في تنوين او ياء ونون وجه بعديه كلمه متعلقه بيه قول منادى شبيه بالمضاف. تعالى اجعل فيما يلي المضاف تمييزا والتمييز مضافا. حلو. لا يجارى المؤمنون يقينا. فين التمييز؟ قال لي التمييز كلمه يقين، وقلنا ده تمييز ملحوظ. ليه ملحوظ؟ قال لي عشان ما فيش ولا عدد ولا وزن ولا كلمه ولا مساحه، بفهمه من الكلام، بلاحظه من الكلام. تمام تمام. لا يجارى المؤمنون يقينا. هنا بقول لي حول التمييز لمضاف، اعمل مقص. يبقى اقول لا يجارى، ايوه سامعك اهو، يقين، يقين، ايوه، تبقى المؤمنين. طب ليه المؤمنين؟ قال لي عشان نكره زائد معرفه مضاف اليه، فانا هخلي المؤمنين مضاف اليه مجرور بالياء. حلو. بهرني اخلاص الجيران. بهرني ايه؟ اخلاص الجيران. قال لي هقول بص كده، اعمل مقص، مفيش هنا تمييز، يبقى انا عايز كلمه تمييز. يبقى اقول بهرني الجيران، ايوه اخلاصا. صعب كده؟ تمام دكاتره؟ تمام. اعمل مقص. تعالى بقى كده ركز معايا في التمييز العدد. كرم في المنتدى الثقافي 12 إعلامية. قال هنا كرم ده فعل مبني المجهول، وأي فعل محتاج إيه؟ قال لي محتاج فاعل. فين الفاعل؟ قال لي أصل الفعل ده، وهنا في خطأ. يبقى هقول كرم في المنتدى، أيوه بص كده ركز معايا، إعلامية. أنا عندي واحد واثنين بتوافق المعدود. يعني إيه توافق المعدود؟ يعني عندي إعلامية دي مذكر ولا مؤنث؟ قال لي مؤنث، يبقى لازم هنا اثنين دي تيجي مؤنث، يبقى اثنتا. يبقى كرم بص كده 12 إعلامية. طب ليه أنا قلت كده؟ تعالى كده بقى ركز معايا. بص كده، إحنا عندنا دكاترة في حاجة اسمها تمييز العدد. قال لي تمييز العدد بيبقى عند العدد وعند المعدود. يعني إيه؟ تعالى أقول لك. أنا عندي واحد واثنين يوافق المعدود. يعني ايه يوافق المعدود؟ قال لي في المذكر والمؤنث. يعني لما اقول قرأت، بص كده، قرأت كتابا واحدا، مش هقول واحدة. ليه؟ قال لي كتاب مذكر يبقى واحد يجي مذكر. طب قرأت قصة واحدة،
ليه واحده؟ ليه؟ قال لي علشان ده مؤنث فده يبقى مؤنث، ده مذكر فده يبقى مذكر. يبقى 1 و2 يوافق الايه؟ يوافق المعدود. طب ما اقول قرأت زي ما قلت كتابا واحدا وقصتين، ركز معايا، وقصتين اثنتين. مش ينفع اقول اثنين، ليه اثنتين؟ قال لي عشان قصه هات المفرد، قصه مؤنث يبقى اثنا لازم تيجي مؤنث يبقى اثنتين. كده تمام؟ تمام. قال لي طب تعالى كده نشوف العدد من 3 إلى 9. قال لي من 3 ل 9 يخالف المعدود. يخالف ايه؟ المعدود. يعني ايه؟ تعالى اقول لك. لما اقول مثلا فهمت 3 مسائل و7 مفاهيم. تعالى ركز معايا. وقول لي اكتب هذه الاعداد بالعربيه، باللغه العربيه. عايز اكتب رقم 3 بالعربي و7 بالعربي. قال لي احنا قلنا من 3 ل 9 يخالف الايه؟ المعدود. انا عندي المعدود مسائل، هات لي المفرد. قال لي مسائل مفردها مساله. مساله دي مذكر ولا مؤنث؟ قال لي مؤنث. يبقى رقم 3 ما ينفعش يجي فيها تاء مربوطه، يبقى اقول فهمت 3 مسائل. تاني، طب 7 مفاهيم. انا عايز اكتب رقم 7 ده بالعربي. قال لي مفاهيم جمع، هات المفرد. مفهوم. ده مذكر ولا مؤنث؟ قال لي مذكر. حلو. طالما ده مذكر يبقى من 3 ل 9 يخالف المعدود، يبقى رقم 7 ده اقول و7 مفاهيم. تاني يا دكاتره، تاني، دي اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات من 3 ل 9. يبقى انا بقول من 3 ل 9 يخالف الايه؟ المعدود. قال لي يعني المعدود يعني الكلمه اللي هتيجي بعد العدد. قال لي لو الكلمه اللي بعد العدد فيها تاء مربوطه ما تحطش في العدد تاء مربوطه، ده من 3 ل 9. طب الكلمه اللي بعد العدد ما فيهاش يبقى حط تاء مربوطه في العدد. فما اقول فهمت 3 مسائل يبقى مسائل مفرده مساله، يبقى ده مؤنث، يبقى اقول 3 عشان يخالف المعدود. ده مؤنث يبقى ده مذكر. 7 مفاهيم. قال لي مفاهيم مفرده مفهوم. مفهوم ده مذكر، يبقى لازم العدد من 3 ل 9 يكون مخالف، يبقى ده مذكر يبقى ده يجي مؤنث 7. صعب يا دكاتره الكلام ده؟ الكلام ده صعب كده؟ تمام؟ تمام كده؟ تمام. قال لي رقم 8 خلي بالك ليه حاله خاصه. لما اقول حضرت 8 من الطبيبات واقول سلمت على 8 من الطبيبات. قال لي عندي رقم 8 ورقم 8. قال لي هنا في حاله الرفع وهنا في حاله الجر، وده مؤنث وده مؤنث. بص كده هقول ايه؟ حضرت 8 من الطبيبات وسلمت على 8 من الطبيبات. يبقى في حاله الرفع حضر فعل يبقى 8 فاعل، وعلى حرف جر يبقى اسم مجرور. في حاله الرفع والجر، حاله الرفع والجر لما تبقى نكره وعندي هنا المعدود مؤنث بحذف الياء واقول 8. طب لو جات لي في حاله النصب رايت 8 من الطبيبات، هقول ايه؟ رايت اهو عادي. بص كده 8 عشان تكون منصوبه، برايت 8. ايه ده ليه؟ قال لي علشان دي منصوبه. انا بقول في حاله الرفع او الجر بحذف الياء وبعوض عنها تنوين العوض. جميل قوي. طب رقم 10. قال لي رقم 10 ليه حاله لوحدها. قال لي رقم 10 ممكن يجي لوحده وممكن يجي مركب، يعني نقول 11 12 13 15 الى اخره. قال لي هنا رقم 10 لو جه لوحده لو جه ايه؟ لو جه ركز معايا، لو جه لوحده ولو جه مركب. يعني مثلا انا هاجي ادي مثال اني رايت، بص كده، رايت 11 كوكبا. احنا قلنا 11 عباره عن 1 زائد 10. قلنا 1 و2 يوافق، ده مذكر يبقى احد مذكر، يبقى ده مذكر دكاتره يبقى احد ايه؟ احد مذكر. واثنين ايوه عايز يا مر 2 مثنى. 2 مثنى احد مذكر. ايوه 2 مثنى. انت جاي تهزر. 3 جمع. التلات جمع والاربعه مفيش جماعه؟ ما هو 4 جمع برضه. ولحد امتحان. ما هو لحد دلوقتي مذكر. ايوه السبت غير. انت نورت لنا. انت عايز حاجه يا ماريو؟ لا حبيبي. ماشي حبيبي يا ماريو، نورت الدنيا يا ماريو. مش هقفل بس حاجه. انت بتعمل ايه؟ تبردها؟ ماشي.
صلي على النبي يا شباب. يبقى هنا رأيت 11 كوكبا. أحد عبارة عن 1 زائد 10. قلنا 1 و2 يوافق، قال لي كوكب مذكر يبقى أحد مذكر. حلو. قال لي رقم 10 مركب يوافق المعدود. يعني يا مستر يوافق؟ قال لي كوكب مذكر يبقى رقم 10 هيجي مذكر، ما جبتش مربوطه. رايت 11 ايه كوكبا. طب لو رقم 10 جه لوحده، قال لي يخالف المعدود. ازاي؟ يعني لما اجي اقول قرات 10 كتب، عايز اكتب رقم 10 ده بالعربي. قال لي كتب مفرد، هات المفرد، هات المفرد، هات كتاب. كتاب مذكر ولا مؤنث؟ قال لي مذكر. يبقى رقم 10 جت لوحدها، يبقى مؤنث. يبقى قرات 10 كتب. صعب كده؟ تمام. تعالى ندي مثال تاني. لما اجي اقول في الفصل 15 طالب، عايز اكتب رقم 15. قال لي 15 دي عباره عن ايه؟ قال لي 5 زائد 10. حلو. قال لي رقم 5 قلنا من 3 ل 9 يخالف. طالب مذكر يبقى رقم 5 يجي مؤنث، يبقى 5. حلو. رقم 10 جه مركب ولا جه لوحده؟ قال لي جه مركب 15. وقلنا لما يجي مركب اهو، قال لي لما يجي مركب يوافق المعدود اهو. يبقى انا عندي هنا طالب مذكر، يبقى هنا 15 طالبا. صعب يا دكاتره كده؟ تمام تمام. نفس الكلام لما اجي اقول اهو ذهبت الى 12 مكانا ورقم 12. ركز معايا بقى. قال لي 12 ده عباره عن ايه؟ 2 زائد 10. قلنا 1 و2 يوافق المعدود. انا عندي مكان مذكر يبقى رقم 2 هيجي مذكر. الى حرف جر. الى حرف ايه؟ جر. رقم 2 بياخد اعراب المثنى، يعني يرفع بالالف وينصب بالجر بالياء. يبقى انا عندي رقم 2 اسم مجرور، يبقى ذهبت الى 2. ليه 2؟ قال لي عشان على الى حرف جر يبقى 2 اسم مجرور. جميل. يبقى كده كتبت رقم 2 2. ليه ما قلتش 2؟ قال لي عشان مكان مذكر، مكان دكاتره مذكر يبقى لازم 2 يجي مذكر. يبقى ذهبت الى 2 ايوه رقم 10. قال لي 10 مركب يوافق المعدود. يبقى انا عندي هنا مكان مذكر، يبقى هنا اهو 10 مكانا. بس خلي بالك لما بيجي مركب رقم 2 احذف النون. يبقى هنا ذهبت الى 2. احذف النون، احذف النون. 12 مكانا. وده اللي احنا عملناه دكاتره اهو في المثال بتاعنا. كرم في المنتدى الثقافي. هنا بقول لي 12 اعلاميه، صواب الخطا. قال لي اول حاجه انا عندي اعلاميه دي مؤنث، وعندي 12 دي عباره عن 2 زائد 10. وقلنا 10 جت مركبه يبقى توافق. يبقى اول حاجه 10 اعلاميه عشان مؤنث ومؤنث. حلو. طب ليه هنا قلت اثنتا ما قلتش اثنا زي ما جاني هنا او اثنين؟ قال لي علشان انا عندي دي مؤنث ورقم 2 لازم يجي لي مؤنث، يبقى اقول اثنتا. طب ليه ما قلتش اثنتي بالياء وقلت اثنتا؟ عشان هنا كرم فعل وده فعل مبني المجهول، يبقى اثنتا ده نائب فاعل، ونائب الفاعل بيكون ايه يا دكاتره؟ سمعك اهو بيكون مرفوع. جميل قوي. شوف الاملاء. ان ذلك الطالب متفوق. بين الكلمه، ركز معي، التي بها حرف ينطق بنطقه مش بكتبه. قال لي ذلك هنا اهو، ذلك الالف بنطقها مش بكتبها، يبقى هنا في كلمه ايه؟ كلمه ذلك. في التعبير بيقول لي اكتب تلخيص لمقال عن تاثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعيه والاسريه. يبقى انا هكتب مقال بلخص بتكلم عن تاثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعيه والاسريه، ومراعيا شوف هو طالب منك ايه. بيقول لك تسلسل الافكار وترتيبها. بكتب ملخص عن تاثير التكنولوجيا، هل الاثار الايجابيه والاثار السلبيه، هل ليه اثر التكنولوجيا ليها اثر ايجابي على المجتمع ولا لا؟ واكتب الاثار الايجابيه والسلبيه، ونفس الكلام على الاسره. ده بالنسبه للنحو والسؤال الاملاء والتعبير. الخط بنزل زي ما هو كده. النسخ، الرقعه حاول ان انت تغير اي حاجه فيه. تمام كده يا دكاتره؟ كده تمام؟ تمام. قال لي بعد كده تعالى كده نرجع مع بعض كده في نص الاستماع، لو جالي نص استماع في الامتحان.
قال لو جه نص استماع حاجه زي كده، بص كده اهو، بيجي لي حاجه زي كده في الامتحان نص استماع، قال لي بقراه بسرعه او بسمعه. بيقول لي اللغه والهويه مرتبطان بعضهما ببعض، وكل منهما يشتمل على اجزاء متداخله لا يمكن فصل بعضها عن الاخر. فاذا كانت اللغه تشكل طرائق التفكير والتاريخ والمشاعر والاراده والطموح والعلاقات الانسانيه، فان الهويه هي كل هذه العناصر، ومن ثم فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة. ولعل ما يؤكد الارتباط الوثيق بين اللغة والهوية تمسك الكثير من الأمم والشعوب القوية بلغتها في جميع المحافل الخاصة والعامة. فيقول المفكر الألماني فيخته إن الذين يتكلمون لغة واحدة يشكلون كيانا واحدا متكاملا بروابط متينة وإن كانت غير مرئية، أي إن اللغة هي الخيط غير المرئي الذي تنتظم فيه حبات عقد أمة من الأمم، فتتوحد مشاعرها وتقوى روابطها. ورحم الله مصطفى صادق الرافعي حيث قال: ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا، ولا انحطت إلا كان أمرهم في ذهاب وإدبار. فالضعف اللغوي العام يؤدي بالتدريج إلى ذوبان الشخصية وفقد الهوية وضعف الصلة التي توحد الأمة وتشريعاتها وتحقق لها استقلالها وتبوئها المكان اللائق بين الأمم. ده نص استماع. تعال كده نشوف الأسئلة بتاعته. بيقول لي إيه؟ تتمسك الأمم القوية بلغتها في المحافل الخاصة والعامة، ده طبيعي. يمكن فصل اللغة عن الهوية، قال لك لا يمكن، هنا غلط، يمكن لا طبعا. هنا بيقول يؤدي الضعف اللغوي العام إلى نقط، تعالى كده أهو. يبقى يؤدي الضعف العام اللغوي فين؟ اللغة والأمم مرتبطين بعضهم، كل منهما يشتمل على أجزاء متداخلة لا يمكن فصل بعضها، فإذا كانت اللغة تشكل كذا وكذا وكذا والإرادة والطموح، فإن الهوية في كل لازم مفهوم اللغة والهوية جل أمة واحدة. ولعل ما يؤكد ارتباط الوثيق بين اللغة والهوية تمسك الكثير من الأمم والشعوب القوية بلغتها في جميع المحافل الخاصة والعامة. فيقول المفكر إن الذين يتكلمون لغة واحدة يشكلون كيانا واحدا متكاملا برابط متينة وإن كانت غير مرئية، أي إن اللغة هي الخيط غير المائي الذي تنتظم أهو. بس كده بقول في الآخر أيوه أهو. فالضعف اللغوي العام يؤدي بالتدريج إلى أهو: واحد ذوبان الشخصية، 2 فقد الهوية، 3 ضعف الثقة. يبقى اهو، يبقى احنا دكاترة هنا اهو. يبقى أول حاجة ذوبان الشخصية، 2 فقد الهوية وضعف الثقة. هو قال لي عايز 2، يبقى نكتب له 2 من 3. هنا بنقول اللغة تشكل طرائق نقط ونقط ونقط. تعال اهو. تشكل ايه بقى؟ اهو طرائق: 1 التفكير، تاريخ، المشاعر والإرادة إلى آخره. هو قال لي أنا عايز كام؟ 3، يبقى جبت له 3. بعد كده بيجي لي يا شباب قطعة قراءة عندنا. قطعة القراءة اقرأها كويس. الشمس هي قلب النهار النابض ومشعل الضياء الذي يوقظ الحياة من سباتها. إذا أشرقت ابتسمت الأرض وامتد النور على المدى كأنه بساط من ذهب يلامس الجبال والبحار والسهول. وإذا أقبلت أزاحت عن الكون عباءة الظلام ونثرت الضياء نثر الكريم عطاياه. فالشمس هي تاج السماء المتلألئ، ترسل أشعتها فتنساب كخيوط من نور وتغسل الظلام وتعانق الوجوه وتوقظ الزهور وتعيد إلى الأرض نبضها الدافئ وتبعث الدفء في الأجساد والأمل في القلوب. معنى تنساب: هل تتحقق، تتبعثر، تتباعد، تتدفق. يبقى تنساب بمعنى تتدفق. جميل. مضاد السبات عكسها نهوض، حاجة ثابتة مش الثبات. بص هنا بقول لك ايه؟ بقول لك يوقظ الحياة من سباتها، من الكسل فيه، يبقى عكسها النهوض. جمع الحياة، قال لي الحياة الحيوات. شكرا، جميل. تشرق الشمس فتدب الحياة في جميع المخلوقات، ده صحيح. يقتصر دور الشمس على أنه يزيل ظلمة الليل، غلط. تليه أدوار تانية كتير هنتكلم عن ده. اذكر تأثير الشمس على الكون. تعال اهو، بص كده بقى اهو. أول حاجة تأثير الشمس على الكون. أول حاجة الشمس قلب النهار النابض، 1. 2 مشعل الضياء الذي يوقظ الحياة من سباتها. حلو كده؟ قال لي أزاحت عن الكون، إيه بقى؟ قال لي تزيح عباءة الظلام وتنثر الضياء نثر الكريم عطاياه. إيه تاني؟ قال وكمان تبعث الدفء في الأجساد والأمل في القلوب. دي كلها تأثير الشمس على الكون من القطعة. منين يا دكاترة؟ من القطعة. حدد بنية النص السابق. النص ده يا شباب عبارة عن وصف. الوصف ده كده هو أنا بيصف
بيتكلم عن الشمس وبيوصف ان الشمس هي كذا وبتعمل كذا والفوائد بتاعتها 1 2 3. تمام كده يا دكاتره؟ وده بيجي كتير في الامتحانات سواء وصف او تكرار. بعد كده بيقول لي استخرج من النص تشبيها وبين اثره. ارجع اهو، انا عايز منين؟ من القطعه دي. تشبيه: الشمس هي قلب النهار. حلو. الشمس هي تاج السماء. يبقى شبهت الشمس بالتاج، شبهت الشمس بقلب النهار. يبقى هنا دكاتره الشمس هي التاج او شمس القلب. ده تشبيه. نوع بين اثره. الاثر اللي هو جذب الانتباه واثاره خيال القارئ. تمام؟ جذب الانتباه واثاره خيال القارئ، ده الاثر بتاع التشبيه اللي هو جذب الانتباه واثاره خيال المين؟ القارئ او المتلقي. جمله علاقتها بما قبلها نتيجه. تعال دور على اداه شرط. اذا اداه شرط غير جازمه مفيش مشكله. اذا اشرقت النتيجه ابتسمت الارض. يبقى ابتسمت الارض علاقتها بما قبلها نتيجه، دي 1. 2 واذا اقبلت النتيجه ازاحت عن الكون عباءه الظلام. يبقى ازاحت عن الكون عباءه الظلام نتيجه، او ابتسمت الارض ده برضو نتيجه لما قبله. يبقى لو جه قال لي انا عايز نتيجه يبقى بدور على ده شرط، فعل الشرط، جواب الشرط النتيجه. ما دلت عباره الشمس هي تاج السماء المتلألئ؟ قال هنا يدل على اهميه الشمس وقيمتها العظيمه. تمام يا دكاتره؟ تمام. النص الشعري: قال حليم: لا تلمني في هواها انا لا اهوى سواها، لست وحدي افتديها كلنا اليوم فداها، فبها الام تغنت وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى وبها العلم تباها. مرادف فاها، فاها اللي هو جاي من النطق والكلام، يبقى فاها او تكلم ونطق. مضاد اهوى، اهوى بمعنى احب، انا بحب، يبقى اهوى عكسها ابغض اكره. جمع اليوم الايام. بيقول لي هنا اللغه العربيه ليست مجرد وسيله خط، وضح ذلك. هقول له نعم، اللغه العربيه ليست مجرد وسيله تخاطب، بل هي، بس كده بقول ايه؟ فبها الفن تجلى، بل بها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بل هي تدون بها العلوم والفنون. يبقى هي مش وسيله للكلام بس، لا ده كمان وسيله للكتاب، وعاء للعلم، وعاء للفن. ما الجمال في قوله وبها العلم تباهى؟ تعبير جميل يدل على اهميه وبها العلم ايه؟ يبقى هنا تعبير جميل يدل على التفاخر. يبقى هنا تباهى بمعنى الفخر، يبقى تعبير جميل او تعبير جميل يدل على التفاخر والتباهي. وبها العلم ايه؟ تباهى اي تفاخر. المغزى من البيت الثاني مما يلي، بص كده: لست وحدي افتديها كلنا اليوم فداها. يبقى هنا البيت الثاني ده عباره عن ايه؟ قال اهو اظهار المنافسه بين الشاعر واقرانه من اجل الوطن، كلهم بيحبوا الوطن، بيقول بس مش انا بس، ده لست وحدي افتديها مش انا بس، ده كلنا اليوم فداها. اكمل مالي. لا اهوى اسلوب، اوعى تقول لي نهي، لا اهوى اسلوب نفي. جميل. من مظاهر الموسيقى في القطعه هنا، تعالى قال لي سواها، فداها، فاها، ده كله بقول عليه اهو كده. بص ارجع اهو، من مظاهر الموسيقى عند كلمه اهو سواها وفداها. سواها، فداها، هنا بقول عليه ايه اهو؟ القافيه. القافيه واحده، توحد الايه؟ القافيه، سواها وفداها. تمام يا دكاتره؟ تمام. او في هنا اللي هو تجانس موسيقي. قال الشاعر: اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الأمجاد، أفديك بروحي وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي، لغتي حياك الرحمن وبلفظك جاء القرآن. توازن موسيقي وبين أثره البلاغي. توازن موسيقي: اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الأمجاد، حلو، أفديك بروحي وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي، لغتي حياك الرحمن
وبلفظك جاء القرآن. يبقى هنا التوازن الموسيقي أو لغتي حياك الرحمن وبلفظك جاء القرآن. قال هنا في تساؤل، لغتي حياك الرحمن، توازن موسيقي أو جمل، تساوي الجمل موسيقيا. لغتي حياك الرحمن وبلفظك جاء القرآن، يبقى ده بقول عليه دكاترة اهو، ده بقول عليه البيت ده توازن موسيقي. أثره البلاغي قال يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن. بعرفه ازاي دكاترة؟ قال تساوي الجمل، لغتي حياك الرحمن كلمة كلمة كلمة، وبلفظك جاء القرآن كلمة كلمة كلمة. تصويرا نوضحه، لغتي حياك الرحمن وبلفظك جاء القرآن. اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الأمجاد، أفديك بروحي وفؤادي وأسونك رمزا لبلادي. لغتي حياك الرحمن، حياك الرحمن. يبقى لنا التصوير فين اهو، حياك الرحمن. شبه اللغة بإنسان يحيى، شبه اللغة بإنسان يا دكاترة اهو، حياك الرحمن شبه اللغة بإنسان يحيى. الله ينور عليكم، تمام كده يا دكاترة. بعد كده عندنا اهو النحو بقى، واحنا اتكلمنا عن الجزئيه دي كده دكاتره. رجعنا مع بعض اهم الاجزاء واهم الاسئله باذن الله تخش تشوفها في امتحان الشهر. تابعنا واحنا معاك، مش هنسيبك، معاك في مراجعات يا دكاتره اللي هي نهايه الترم ومراجعات ليالي الامتحان. تابعنا عشان يوصل لك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.